السلام عليكم محبي ومتتبعي بفن من جميع انحاء العالم. كي قلت لكم اليوم الدرس اللي غتشوفوا معايا اليوم هو خاص بتقنيه الرسم على القماش. يعني الدرس الثاني في سلسله الدروس اللي وعدتكم بهم. هاد الدروس خاصين بالمبتدئات، خصوصا كاين بعض الاخوات اللي عندهم تخوف كبير من اللون الاسود، عندهم داك التخوف انه اللون الاسود كيخسر لهم الرسمه. هذا هو الهدف من الدرس ديالنا ديال اليوم، والنموذج اللي غنخدم معكم اليوم ان شاء الله هو هذا. انا كنت بديت في الوريقات باش نوريكم الطريقه ديال هذه الخدمه هذه. بالنسبه لهاد الوريقات هادو اللي عندنا هنا في الاخضر كيعجبوا البنات بزاف. هاد التقنيه كنسميها تقنيه الفي، يعني تقنيه الفي، يعني باش تمشيو فيها صحيحه. ملي كنكون كنداخل الالوان الابيض والاخضر كنحترم حرف الفي. الا احترمتوا هاد السر اللي قلت لكم في كيخرج لكم وراق صحاح. دابا غتشوفوا معايا الفيديو، غتشوفوا معايا مراحل العمل. يلا ندوزو لطريقه العمل. الالوان اللي غنحتاجو هما هادو اللي قدامنا: اللون الابيض، الاصفر، الاخضر، الملكي، البرتقالي، الاحمر، الاسود. بالنسبه للرشمه اللي احتاجينها في الدرس هي اللي كتشوفوا معنا دابا. التقنيه اللي غنبدا بها الاولى هي رسم الاوراق. رسم الاوراق هنا كنخدموا بتقنيه الفي، في حرف في. ملي كنقصد بها تقنيه حرف في يعني ملي كنكون كنداخل في الالوان كنمشي على الاتجاهات بحال غنكتب حرف في. انا كنحاول نبين لكم الحركه. بالنسبه هنا للاوراق غنخدمهم بطريقه النصف بالنصف، والالوان معكوسه. الا بديت بالاخضر من برا كندير الابيض من الداخل، ولا خدمت بالابيض من برا كندير الاخضر من الداخل. يعني كنقسم الورقه على النصف كيف كتشوفوا معايا هنا غندخل الابيض مع الاخضر، ومن الجهه الثانيه كندخل ثاني الابيض مع الاخضر، ولكن كنقسم الورقه على النصف. الا فهمتوا شنو كنقصد، ان الورقه كنقسموا على النصف ديالها، كنخدموا نصف بنصف، ما كيكونش عندنا التماثل، يعني كنخدموا بطريقه معكوسه. ولكن الاساس هنا عندنا في التقنيه هو انه اتجاه تاع الريشه كيكون على اتجاه حرف في من الطرفين كيف كتشوفوا هنا. الا فهمتوا غير هاد الكلمه ديال حرف في واتجاهات، يعني النصف الاول ديال الورقه ما كيكونش متماثل مع النصف الثاني، كتجي سهله. وهاد التقنيه بالنسبه لي انا الا بغيتوا تدربوا عليها من الاحسن تاخذوا ورقه بيضاء وقلم الرصاص، وغتخيلوا بانه قلم الرصاص هو اللون الاخضر، وكتبقاو ترسموا وتعاودوا حتى كتستوعبوا الفكره. ملي كندوزوا لطريقه الصباغه على الثوب كتجينا سهله بزاف بزاف. انا كنعاودها مره اخرى دائما، يعني كيف كتشوفوا هنا كتجي رائعه هاد تقنيه الفي. هي ماشي صعيبه، يعني بزاف الناس عندهم تخوف منها، كيقولوا لي كنشوفك كتخدمي بها في الفيديوهات كتجي صعبه. هي ماشي صعبه، هي اختاروا لونين، لون قاتم كيف كنقول لكم دائما، لون قاتم جدا. هنا استعملت الاخضر ملكي والابيض مات، يعني ابيض غير لامع. بالنسبه للريشه كيجي سؤال على الريشه المستعمله عندي. انا بالنسبه لي في الخدمه نقدر نستعمل اي ريشه، ما كاينش مشكل، ماشي ضروري نستعمل ريشه بلا، يعني شكل مسطح. هنايا اي شكل ديال الريشه كيخدم لينا هنايا. تقنيه الاوراق، راه عندي فيديوهات كثيره في القناه ديالي على اليوتيوب بفن، فيها دروس مفصله في خصوص هذه التقنيه هذه ديال الاوراق الخضراء اللي بتقنيه في. الدرس ديالنا ديال اليوم غيكون مميز، غيكون رائع، لانه ملي غنبغي نخدم معكم الورده اللي كتشوفوا معنا هنايا غندير التداخل ديال 4 الوان. ما تخافوش من هذه القضيه ديال انني كنقول تداخل 4 الوان، حيت ما كاينش الصعب هنا، كاين غير العزيمه وحب العمل. الا كانت الرغبه ما كاينش صعب. بالنسبه للورقه انا كنعاود ناكد لكم شفويا، هي كتسمى تقنيه الفي. كنقسم الورقه على النصف وكنخدم الاتجاه، يعني اتجاه اليمين معكوس بالمقارنه مع اليسار. هنا العويدات ديال الوراق وديال الورد كنستعمل بانسو، يعني هذا العادي. كناخذ صباغه خضراء وكندير العويدات ديالي كاملين. ملي غنبغي نخدم هذوك الوريقات الخضرين صغيورين كنحتاج لون اخضر وابيض، كنهزهم في الريشه بجوج كيف كتشوفوا معايا هنا. كنشد الريشه وكنهز نقطه من اللون الاخضر ونقطه من اللون الابيض. ملي كنضغط على الريشه كتخرج لي واحد اللون زوين، يعني كيكون دمج ما بين الاخضر والابيض. هادو مسائل الا تدربتوا عليهم بزاف ما تخافوش منهم، كيساعدوا على العمل بزاف، كيعطيوكم نتيجه رائعه جدا. كتجي واحد التقنيه في العمل كل واحد كيفاش كيخرج ليه.
مثلا ملي كنرسموا بهذه الطريقه ديال الريشه كنهز فيها اللون ابيض واخضر وكنخدم الوريقات اللي في الحجم الصغير، كل وحده كيفاش كيخرج لها الشكل. بالنسبه للياسمينات كناخذ اللون الاصفر نقطه من اللون الابيض وكندير الضغط على الريشه باش كنخدم الياسمينات. شوفوا غير كنضغط على الريشه بحال كنكتب رمز زائد، ومن بعد بحال كنرسم في، يعني كتكون يا اما سداسيه يا اما ثمانيه. ودائما الريشه كنهز بها نقطه بيضاء ونقطه صفراء وكنضغط باش كتحصل على هذا الشكل هذا. بالنسبه لي انا هاد التقنيات هادو كل ما تدربتوا عليهم في الاوراق غيكون احسن باش تفهموهم مزيان. ديك الساعه كيكون التطبيق على الثوب سهل جدا. هنا غندوزو للورده. الورده اللي كتشوفوا معايا هنا ورده الجرس، وإلا كان فيها اللون الاحمر والابيض والاسود غتكون هي ورده باللعمان شقائق النعمان. كناخذ الابيض هو الاول كنحطو، كناخذ اللون الاصفر هو الثاني، كناخذ اللون البرتقالي هو الثالث، وكناخذ اللون الاحمر هو الرابع. يعني تقنيه فيها تداخل 4 الوان وليست بصعبه. انا خدمتها عديد من المرات على الصفحه ديالي على الفيسبوك هبه فن، خدمت على طريقه اللايف. كانت عجبت بزاف الاخوات، وتبارك الله ما شاء الله خدموها بطريقه رائعه جدا. كنمشيو بالترتيب اللون الابيض، اللون الاصفر، اللون البرتقالي، اللون الاحمر، ولكن كل مره كنحطوا اللون كندمجوه ما بين اللون اللي قبل منه. لا لاحظتوا معايا ملي حطيت اللون الابيض حطيت الاصفر، درت الدمج ما بين الاصفر والابيض. حطيت البرتقالي درت الدمج ما بين البرتقالي والاصفر والابيض. ملي غنحط اللون الاحمر غندمج اللون الاحمر مع البرتقالي وغنبقى غادا بتسلسل باش كيجيني اللون متجانس. شوفوا معايا هنا هو ما خصنيش اللون يبقى واقف، خصني ندير حركه الدمج. وكما قلت لكم دائما الاحتكاك ديال الريشه مع الثوب خاصها تكون بطريقه جيده جدا. هذه يعني بها باش كنخدموا طريقه الورد اللي بحال مثلا ورده الجرس، اللوايه، شقائق النعمان، جميع الانواع ديال الورود اللي عندهم الشكل ديال الجرس، عندهم واحد العمق لداخل. باش كيبان لنا داك العمق تبعوا معايا المراحل. هنا خديت اللون الاحمر غندخلو مع اللون البرتقالي، كيعطي واحد اللون رائع جدا. يعني اللون مريح 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 جدا. يعني الاحمر، البرتقالي، الاصفر، الابيض بالتسلسل. شوفوا الشكل اللي كيعطوني والالوان اللي كيعطوني. هانتوما غتشوفوا معايا غتكملوا معايا المراحل ديال العمل كامل. غنكمل معكم الورده كامله وغتشوفوا الشكل. يعني هنا الا تبعتوا المراحل ديال الدرس ما غتبقاش عندكم صعوبه في رسم اي شكل ديال الورده على شكل جرس. يعني عندها هذاك العمق اللي لداخل كيكون بالاسود، حيت الا ما خدمناش بالاسود ما نحصلوش على هذاك العمق ديال الورده اللي كاين لداخل بحال الشكل ديال الجرس. بالنسبه لصباغه الثوب اللي استعملتها في هذا الفيديو، استعملت صباغه الثوب من نوع بخريطه. استعملت الالوان اللي قلت لكم. انتم تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الصباغه ديال الثوب، غير هو كتلتزموا بنفس الالوان. يعني الاخضر ملكي، الابيض، الاحمر، الاصفر، البرتقالي، الابيض، الاسود. اما بالنسبه لكم نتوما يعني اللي عجباتو الفكره وبغى يطبقها يستعمل اي ماركه خاصه بالصباغه ديال الثوب، خاصها تكون غير من النوع الجيد فقط. بالنسبه للناس يبغيو يتواصلوا معايا او لا باغيين يعرفوا معلومات يقدروا يتواصلوا معايا على الرقم ديالي 06 67 52 03 67. انا غنعاود الرقم مره اخرى 06 67 52 03 67. بالنسبه للناس اللي باغيين يعني يخدموا الورده ويوريوها لي على الواتساب مرحبا. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتواصلوا معايا باش يشاركوا معايا الاعمال ديالهم مرحبا، يتواصلوا معايا على هذا الرقم. يعني مكالمه او لا واتساب مرحبا بكم. واللي عنده شي سؤال او لا استفسار يخليه لي على القناه ديالي على اليوتيوب في تعليق وانا غنجاوبكم. ولا عندكم شي ملاحظه على الرسمه وبين قوسين الا عندكم شي ملاحظه او لا استفسار بخصوص التقنيه، حيت انا القناه ديالي الهدف ديالها هي توصيل اعمال يدويه، تبسيط الافكار. هي قناه تعليميه في مجال الاعمال اليدويه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، كنتمنى انه تقدروا تكونوا فهمتوا طريقه العمل. كنكمل على نفس الطريقه ودائما كيكون التداخل بين هاد الالوان هادو اللي عطيتكم. بحال دابا هنا ملي كنخدم الورده اللي على الجنب، يعني بحال هاد الورده بحال دايره على شكل يعني بحال مقوسه،
يعني كنمشي على الشكل ديال التقويصه ديالها بالصباغه بيضاء، وفي نفس الوقت كنبقى نخدم بنفس الالوان، ابيض، اصفر، البرتقالي، الاحمر. غنمشي على نفس الطريقه. هانتوما شفتوا معايا هنا كندخل الاصفر. وواحد مساله غتشوفوها معايا هنا، ما كنغسلش الريشه ابدا، ما كننظفهاش بالماء. بما انني كنبقى في نفس النطاق ديال نفس الالوان، كنحاول الريشه كنمسحها، غير كنقوم بالتنظيف ديالها بكلينكس. ما كنحتاج انني نبقى كل مره نديرها في الماء ولا نفزقها بالماء. من الاحسن بلاش، يعني مره كنقوم بالتنظيف ديالها من اللون اللي كان قبل باستعمال كلينكس، يعني ورق المناديل. شوفوا معايا، هاي الورده بدات كتبان لكم هنا، يعني بدا كيبان لكم الشكل ديالها، ولكن اهم حاجه خصكم تعرفوا بان الشكل ديال الورده مرتبط بالدرجه الاولى باللون الاسود. هنا ملي كنقولوا اللون الاسود يعني كلنا كنعرفوا حرف النون. يعني ملي كنكمل الورده ديالي كندير تداخل الالوان كيف قلت لكم ديال الالوان اللي عطيتكم، كنحاول نرسم بحال حرف النون، حرف النون، وكنعمرو باللون الاسود. شي ملي كندير هاد الحركه ديال حرف النون مباشره كتبان لي الورده على شكل، يعني على شكل جرس، يعني عندها داك العمق لداخل، وكنحصلوا على النتيجه اللي بغينا. لانه اللون الاسود ضروري نوظفوه في الرسم، حيت كاين مشكله، يعني كاين مشكله كبيره ان بزاف الاخوات ملي كيتواصلوا معايا بالواتساب كيقول لي لا ما نقدرش نخدم باللون الاسود حيت هو قوي، يقدر يخسر لي الخدمه، يقدر يدير مشاكل. ولكن راه هو من اللون الاسود بالنسبه لي من الضروريات في العمل، حيت هو اللي كيعطينا داك العمق، الظل، البعد، يعني الحاجه واش يعني عندها عمق كبير، واش كاينه لتحت او للفوق. اللون الاسود راه زوين في الرسم على الثوب. يعني نصيحه، يعني حاولوا من البدايات ديالكم في الدروس الاوليه وظفوا اللون الاسود، ما تهربوش منه، حيت الا ما استعملتوش كيبقى دائما بحال شي حاجه ناقصها الملحه، ما ناقصه هذيك الحلاوه ديال الروح اللي ما كتبانش. هنا اللون الاسود هو اللي كيعطيكم هاد الميزه ديال الخدمه هذه اللي قلت لكم. انا حاولت نوضح لكم الورده بطريقه اللي بسيطه، وكنتمنى انها تكون واضحه. كنتمنى نكون قدرت نوصل لكم الفكره بطريقه خفيفه على القلب. وإلا كنتوا اول مره غتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وممكن تشتركوا معايا في الصفحه ديالي على الفيسبوك هبه فن، او صفحتي على الانستغرام هبه فن. الاسم ديال الصفحات ديالي كاملين على مواقع التواصل الاجتماعي عندها نفس الاسم اللي كاين هنا، هبه فن، كيف مكتوبه هنايا بالفرنسيه. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الورشات ديال هبه فن، فين كاينين الورشات ديال هبه فن؟ الورشه ديالنا كاينه في طنجه في كاستيا حدا طبيب سعيد نصيري، والورشه الثانيه في مدينه الدار البيضاء كاينه في حي مبروكه 11 طيبه سيدي عثمان. هو المساله اللي قلت لكم حرف النون هي اللي درت دابا، حرف النون. يعني وكنمسح الريشه، يعني كننظف الريشه من اللون الاسود وكنرجع باش كندير دمج الالوان، حيت ضروري من تنظيف الريشه وغيبقى فيها واحد نسبه قليله من اللون الاسود باش ما تغلبش لي على العمل. شوفوا هنا مباشره ملي كنستعمل اللون الاسود كتبان لكم النتيجه واضحه قدامكم. يعني شوفوا سبحان الله بان هذه الورده كامله كلها، يعني الخدمه ديالها مرتبطه بهذيك الاضافه ديال اللون الاسود، ومرتبطه بكلمه السر اللي هي حرف النون. اللون الاسود ملي نحطوه يكون قليل. ملي نحط على شكل حرف النون ننظف الريشه ديالي بورق المناديل، يعني كلينكس، ننظفها مزيان باش ما يبقاش فيها اللون الاسود. عاش نقوم بالدمج اللون الاسود باش ما يغلبش لي على الالوان الاخرى ويبقى اللون الاسود خفيف. هو الشكل قدامكم. من بعد نخليها شويه كتيبس، يعني ما تبقاش، يعني قبل ما ندخل الفاشيون خاص يكون اللون الاسود نشف. هنا غنستعمل الفاشيون ذهبي من نوع لابا خريطه، هو كيتميز بداك الراس اللي عنده رقيق بزاف، والحبيبات ديال الفاشيون لابا خريطه حبيبات لامعه في اللون الذهبي، وعنده الحبه ديالو رقيقه زوينه، هي اللي غندير بها هاد القلب ديال الورده، وغندير بها دوك النقيطات. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وغنقول لكم مع السلامه، وانتظروني في الدرس القادم من سلسله الدروس الخاصه بالمبتدئات
وتحيه من القلب لكل محبي وداعمي والناس اللي واقفين بجناب هبه فن. ونقول لكم شكرا 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 لكم، وتسنوني في الدرس الثالث ان شاء الله.